في ان كور فؤاد كانت المنطقة الوحيدة في سيناء اللي فضلت تحت. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، واول لقاءاتنا وفقراتنا في نورت مصر. وطبعا كما اشرت في مقدمة حلقتنا النهاردة ان احنا حول اجواء البهجة والفرحة وذكرى انتصارات اكتوبر المجيد وحرب 73. ولكن مدام قلت كده هنخص بالذكر بطبيعة الحال على الارض السيناوية والاثار بقى، حيث الاثار المقدسة ومواقع النصر وأرض المعارك، أرض الأنبياء، أجمل أماكن السياحة أكيد في سيناء. خلونا نقرب من ضيفتي اللي منورانا النهارده ومشرفانا داخل الاستوديو في نورت مصر، الأستاذة الباحثة الأثرية شهد العربي. أهلا بيك يا شهد. أهلا بكم جميعا. في الأول مدام بنقول بنحتفل، طبعا كل عام وانت بخير وكل مشاهدينا بخير وطيبين. احكي لنا شعور، انت اكيد لمسه شعور اهل سيناء في ذكرى النصر، ومن ثم انت شايفه ازاي انتصارات اكتوبر المجيد غيرت خريطه سيناء ككل، معالمها وعلى وجه التحديد ما بعد التحرير. احنا في الاول حابين نتكلم شويه عن اصلا سيناء. منطقه سيناء ديت كانت منطقه مهمه جدا بالنسبه للمصريين، وفي نفس الوقت دي كانت تعتبر حدود مصر، فبالتالي كان المصريين بيدوا لها اهميه كبيره جدا. ولكن بعد نصر اكتوبر اللي هو الشعب المصري كان فاقد الامل اصلا ان احنا ننتصر في المعركه دي بسبب مقوله الاسرائيليين ان هو الجيش الاسرائيلي لا يقهر، والشعب المصري قدر ان هو يقهر الجيش الاسرائيلي. فبالتالي دي تعتبر انتصار بيحتفل بيه كل كبير وصغير في شعب مصر. انت شايفه ايه ابرز واهم المواقع اللي يعني على ارض الواقع السيناوي شهدت معارك اكتوبر المجيده على ارض سيناء؟ في مناطق كتير جدا، وخصوصا المناطق اللي بتمتد من قناة السويس لحد البحر المال. كل المناطق ديت شهدت حرب اكتوبر من اولها، سواء كانت برشة حرب اكتوبر. والشعب المصري كله اصلا كان بيتابع الاحداث. فاحنا كلنا يعني كنا واحد ايد واحده أكيد. الخبر كان بينتشر في سيناء، كان بينتشر في جميع انحاء مصر، فبالتالي كلنا كانت المنطقه مهمه بالنسبه لنا. اكيد. اكيد في بقى يعني على وجه التحديد متاحف ونصب تذكاريه هي اللي وثقت تاريخيا بطولات الحرب في سيناء. في بانوراما حرب اكتوبر هنلاقيها في قلعه صلاح الدين الايوبي في القاهره، في متحف العلمين في مرسى مطروح، وفي برضو متاحف تانية في بورسعيد كتير جدا بتخلد ذكرى حرب اكتوبر. نعم. طيب لو انا عايز مصر ده في تنشيط السياحة الوطنية وجذب السائحين إليها، كشهد احنا المفروض نوفر ثلاث حاجات اساسيه. وصلات، توفير الامن، ثالث حاجه الترويج السياحي. ده بيبقى ليه دور وتوفير مناطق سكنيه. انت لو خليت المنطقه دي صالحه للسكان ان هم يعيشوا فيها ويعمروها، الشعب ذات نفسه هو اللي هيروج للمنطقه دي، فبالتالي العالم كله هيقدر يشوف منطقة سيناء بصورة مختلفة. أكيد. هو متعارف عنه أرض الأنبياء، ممكن توضحي لي بشيء من التفصيل عنها؟ منطقة سيناء ذكرت في القرآن الكريم وذكرت في الكتب السماوية، وكمان تجلى فيها ربنا وكلم فيها سيدنا موسى وألقى عليه الوصايا العشر. ومش كده وبس، بيقولك إن مر من عليها رسل كتير زي سيدنا إبراهيم وموسى وعيسى وشعيب. وبيقولك برضو العائلة المقدسة مرت من عليها، سواء السيدة مريم العذراء وابنها عيسى بن مريم ويوحنا المعمداني. ويقال ان سيدنا محمد مر من المنطقة دي، وذكرت في القرآن الكريم كتير جدا، زي مثلا في سورة التين والتين والزيتون وطور سينين. بالظبط. فهي ليها قداسة في الكتب السماوية، سواء كانت اليهودية أو المسيحية أو الإسلامية. على وجه التقديس وعلى النحو الديني اللي بسيناء الأماكن الدينية أهمها وأبرزها إيه الأماكن الدينية بداخلها؟ في منطقة الشجرة المقدسة دي بيقال فيها ان
سيدنا موسى شاف عليه السلام. ان الشجره دي كانت بتحترق دون احتراقها او الجذوع اللي عشان يشوف الحريق ده او بيكتشف الحريق. هو بيقول له إني أنا ربك فاخلع عليك. نعم. ألقى عليه الوصايا. جت من بعدها القديسة قديسة معينة، يعني عملت اسمها قديسة هيليانا. بنت كنيسة صغيرة حوالين الشجرة دي، وجي من بعدها الإمبراطور جاستنيان عمل بقى كاترين اللي بيعتبر ليه أهمية كبيرة جدا. دير سانت كاترين من أهم وأبرز هناك. وأنا عارفة تدينا خلفية كده عنه. دير سانت كاترين ده يعتبر من أهم المناطق الأثرية في العالم كلها، مش في مصر بالظبط. عشان هو بيضم مجموعة من المخططات النادرة للمسيحية. دي تعتبر تاني منطقة بتضم المخططات الأثرية للمسيحية بعد منطقة الفاتيكان. فبالتالي ليها أهمية مش على مستوى مصر بس، لا دي على مستوى العالم كلها. جبل موسى هو متميز على النحو الديني، لكن التميز أصبح كمان بيفرق كتير على المستوى السياحي. نقدر نقول إيه اللي بيميزه بقى على المستوى السياحي؟ احنا عارفين ان السياحة انواع كتير جدا، ممكن نقول عليها سياحة دينية. الناس بتبقى يعني بتسمع قصة سيدنا موسى، فبتبقى عايزة تعرف تشوف ايه الجبل ده، فين المكان اللي كلم ربنا عليه سيدنا موسى، فبالتالي بيبقى فيه تشويق، ممكن نعتبرها سياحة دينية. نوع من انواع السياحة. دير سانت كاترين برضو يعني مش عايزة يعني اعديها كده، مازال حتى وقتنا هذا بياخد زوار من مختلف دول العالم. بياخد زوار من جميع انحاء العالم ولحد النهارده. هي الفكره بس ان احنا محتاجين ترويج بزياده للمنطقه دي عشان الناس كلها تشوفها، او تشوف قد ايه ان هي مكان جميل جدا وليه اهميه كبيره جدا، فالناس تيجي للمنطقه دي بصوره اكبر. بخلاف المواقع الدينية اللي احنا ذكرناها حالا منذ قليل، اكيد في بقى اثار يعني فرعونية او رومانية في سيناء. في اثار مصرية قديمة وفي اثار يونانية ورومانية. الاثار المصرية القديمة زي مثلا على سبيل المثال السرابيط دي هتلاقي فيها جبانة وفيها مناطق الاستخراج، كانت منطقة مهمة في العصور المصرية القديمة وخاصة في العصور الوسطى. كانوا بيستخرجوا منها المعابد، وكمان كانت تعتبر مكان للإلهة حتحور. دي بالنسبة للمصريين القدماء. أما بالنسبة للآثار اليونانية والرومانية، في منطقة اسمها تل الكنائس. المنطقة دي كانت مهمة عند اليونانيين والرومانيين. مش كده وبس، في منطقة تانية لقوا فيها بقايا للآثار اليونانية والرومانية، سواء بقى كانت بير أو أشجار أو مساجد أو مساكن للجنود الرومانية في المنطقة دي. نعم. لو انتقلنا لطابة يعني، وعلى وجه التحديد قلعة صلاح الدين، إيه بقى قصته؟ قلعة صلاح الدين الأيوبي عمل القلعة دي عشان تحمي مصر، وفي نفس الوقت توثق التجارة ما بينه وما بين الدول المجاورة في المنطقة دي. فكان فيها أهمية كبيرة جدا في العصر المملوكي أو في الدولة المملوكية، خاصة في عصر صلاح الدين الأيوبي. طيب لو أنا اتكلمت كمان أروح لوسط سيناء، في قلعة النخل، برضو نقول عنه إيه؟ دي قلعة النخل برضو ليها أهمية عند المماليك. أنشأ السلطان المملوكي قنصوة الغوري في القرن ال16 الميلادي، فهي ليها أهمية بالنسبة للمماليك. طيب أنت شايفة أن لسه في مناطق أثرية يعني ما زالت أو لم تزل قيد الاكتشاف موجودة هناك؟ هو في مناطق كتير جدا بيتم الاكتشاف عنها، بس لسه ما صرحوش عن اي حاجه فيها لحد دلوقتي. فهي ان شاء الله يعني نكتشف حاجه قريب ونفرح شعبنا حتى وقتنا هذا. جميل جدا. هنروح لفاصل ثم نعود لنواصل. من اول 67 وطول حرب الاستنزاف وبعدها كان العبور للضفه الثانيه من القناه عمل فدائي ما يقدرش عليه غير الكوماندوز المصريين. قريب من هنا دارت اول معارك حرب الاستنزاف، معركة راس العش اللي اتفاجئ فيها العدو بالقدرات القتالية الحقيقية لقوات الصاعقة المصرية.
حرب الاستنزاف ابتدت بمعركة راس العش لما حاولت القوات الإسرائيلية مهاجمة مدينة بور فؤاد بقلة، عملت خسائر للقوات دي المتفوقة عليها وأجبرتها على الانسحاب. انتصار الصاعقة المصرية في معركة راس العش كان السبب في ان بور فؤاد كانت المنطقة الوحيدة في سيناء اللي فضلت تحت السيادة المصرية طول ال6 سنين ما بين 67 وحرب 73. والأهم انها رفعت الروح المعنوية للقوات المسلحة ورجعت لنا جزء من الثقة وفتحت نفسنا على عمليات كتير بعدها. إغراق أكبر قطعة بحرية للعدو المدمرة إيلات. هو إيلات فيه 2 إيلات، فيه المدمرة إيلات اللي اتضربت بلانشات الصواريخ يوم 21 أكتوبر 27، وفي ميناء إيلات اللي هو يقع في خليج العقبة أمام مدينة العقبة الأردنية وجنب طابة المصرية. يكفي فخرا للانتفاضة المصرية المصرية ان تم مهاجمة ميناء إيلات الإسرائيلي 5 مرات في خلال 7 أشهر. ومن قلب بطولات الصاعقة المصرية في حرب الاستنزاف اتولدت أسطورة العميد إبراهيم الرفاعي والمجموعة 39 قتال. أول العمليات الفدائية بقيادة العميد إبراهيم الرفاعي كانت نسف تشمينات أسلحة وبقايا مركبات ودبابات خاصة بالجيش المصري، كان العدو بيستعد لنقلها لعرضها في معرض تل أبيب احتفالا بالنصر. إبراهيم الرفاعي خد مجموعة من الضباط وعدوا حطوا قنابل المتفجرات وولعوا المنطقة كلها، ولعوا الذخائر والأسلحة واللي كانوا عدو مشونها عشان يدخلها في داخل إسرائيل. ورفض إبراهيم الرفاعي وأبطال الصاعقة إن يسيبوا العدو ياخد اللقطة. الشهيد البطل عبد المنعم رياض استشهد يوم 9 مارس سنة 69. كان لابد ان احنا ننتقم له. يوم ال40 بتاعه ابراهيم الرفاعي طلب رفع ضربة المدفعية، بدأنا نهاجم الموقع، ولعنا المنطقة الإدارية في المنتصف، أنزلنا العلم الإسرائيلي، رفعنا العلم المصري، قضينا على قوة الموقع كاملة. حرب الاستنزاف كان ليها ثمن، والثمن كان غالي. في 8 من أبريل عام 1970 أغارت الطائرات الإسرائيلية من طراز فانتوم على مدرسة أطفال بحر البقر الابتدائية بمنطقة الصالح. 8 ابريل 1970 شنت قوات العدو غارة جوية بطيارات الفانتوم على مدرسة ابتدائية مشتركة في قرية بحر البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية. استشهد فيها 30 طفل وطفلة واتصاب 50 غير 11 من العاملين والمدرسين. كان من المرحلة دي الطيران الإسرائيلي بيضرب بحر البقر وبيضرب نجا حمادي، فأنت عشان ما عندكش طيران يوجعه زي طيران. تعرضنا لغارات إسرائيلية في العمق، ثم ضرب مدارس الأطفال زي ما ضربوا مدرسة بحر البقر. المدرسة لما انضربت أنا كنت في تانية ابتدائي، سمعنا صوت طيران، بس صوت طيران غريب مش متعودين عليه. لما حصل القصف أغمى عليا خالص، ما أعرفش أنا فين. وجئت بعد 3 شهور إنني في المستشفى. ساعة القذف وساعة زمايلي ما شفتوا جنبي، أنا عمري ما انسى مدى الحياة، بقى لي 53 سنة ما بنسى اللحظة دي. والدي ما عرفنيش أصلا لسبب إن هم كانوا بودرة النبال حرجانة، حتى الإصابة مش كان محروقة كله أسمر. بعد ما طبت بالعلاج رحت أشوف المدرسة، التقيت ما فيش مدرسة، وجع كلها في الأرض، الفصول كلها وجعة. بعد مذبحة مدرسة بحر البقر بدأت مصر في إنشاء حائط الصواريخ سنة 70. أول حائط صواريخ ليها. حائط الصواريخ كان بيبنى على الأرض قواعد صواريخ محصنة حتى يمكن كسر الذراع الطويلة للعدو في هذا التوقيت. السماء بتاعتك ومجالك الجوي منتهك يوميا. الحائط ده كان عبارة عن نظام دفاع جوي بيحمي عمق مصر من الغارات الإسرائيلية. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وما زلنا في اجواء برنامجكم نورت مصر ولقائنا الاول واحتفالات البهجه بذكرى انتصارات اكتوبر المجيد وحرب 73. وبجدد التحيه على ضيفتي الجميله اللي منورانا الباحثه الاثريه الاستاذه شهد العربي. اهلا بيكي مجددا. احنا كنا توقفنا عند قلعة النخل بالعريش، عندك تفاصيل اخرى فيما يخص شأنها؟
لا فيها تفاصيل كتير جدا، لو دخلنا في التفاصيل مش هنخلص الحلقه النهارده. هي بس هي يعني واحنا طبعا بنعتذر لمشاهدينا الكرام عن الخطأ التقني اللي حصل كان قبل الفاصل بشأن صوت ضيفتنا الجميلة، فعشان كده انا بعد لك الجزئية دي. قلعة النخل بالعريش، تقولي عنها ايه؟ دي كانت القلعة دي أنشأها الملك السلطان المملوكي قنصوة الغوري في القرن ال16، فكان ليها أهمية تاريخية جدا بس في العهد المملوكي. في العهد المملوكي في العهد المملوكي، ولسه موجودة لحد النهاردة. جميل. ولسه في اكتشافات أثرية يعني شغالين فيها لم تكتشف بعد؟ في اكتشافات حتى وقتنا الراهن. موجودة في جنوب سيناء وفي شمال سيناء. نعم. كذا اكتشاف بيتم اكتشافه لحد النهارده، بس لسه ما حدش اعلن عنه او صرح عنه. طيب نروح مع مشاهدينا معاكي حول يعني حيثيات حرب اكتوبر المجيد وابرز الشخصيات بشأنها والاحداث انذاك، نقرب منها من هذه الأرضية الهامة جدا لدينا جميعا. احنا طبعا بنحتفل كل سنة بحرب اكتوبر، وبنكلم الأطفال ان مصر انتصرت، بس محدش عارف التفاصيل او ما فيش عندهم خلفية عن حرب اكتوبر، فاحنا ممكن نشرحها بشرح مبسط. ان مصر أرض مقدسة ذكرت في القرآن الكريم كذا مرة، وهنلاقي هنا ان الإسرائيليين او اليهود في سنة 67 وخصوصا في حرب النكسة قدروا يسيطروا على منطقة جولان في سوريا ومنطقة شبه جزيرة سيناء، وكانوا شايفين ان ده حق مكتسب وان هم ليهم الحق في السيطرة على المناطق دي، ومش ان هم مغتصبين الارض، لا هم كانوا شايفين ان هو حق مكتسب. فبالتالي في حرب النكسة سنة 67 قدروا يسيطروا على المناطق دي. فجت بعديها بقى سنة 73 اللي هي سنة النصر، حدثت فيها أحداث كتيرة جدا. الشعب المصري أصلا ما كانش متوقع ان هو هينتصر في الحرب دي، بس هو قدر ان هو يوصل للعالم كله ان جيش مصر جيش لا يقهر، وفي نفس الوقت عمل كل اللي يقدر عليه في الفترة دي عشان ما يقولش ان الجيش المصري انسحب، لا الجيش المصري فضل صامد وفضل يحارب لحد اخر نفس فيه. طب ايه هي احداث الحرب؟ احيانا بيحصل الانسحاب زي ما هو متعارف عليه على المستوى العسكري نصف الانتصار، يعني بيبقوا مثلا حاسين باليأس، خلاص لا احنا مش هنقدر نكمل، هم ليهم النصيب الاكبر في الانتصارات فبيضطروا ينسحبوا. ولكن الجيش المصري كل البواشر كانت بتبشر ان انتوا اصلا خلاص منهزمين، ولكن الشعب المصري كان عنده عزيمه واصرار وقدر ان هو ينتصر على اليهود. هنلاقي ان الاحداث بتاعه حرب اكتوبر او نصر اكتوبر احداث كبيره جدا جدا وفيها شخصيات كتير جدا، بس ممكن نقول نبذه سريعه عنها. اتفضلي. ان هنلاقي ان مصر كان تم السيطره على شبه جزيره سيناء، فهنلاقي ان اليهود حاولوا ان هم يعملوا خط بارليف عشان يحموا حدودهم من دولة مصر وما يقدروش يخترقوها. تمام. وبيقولك ان حرب اكتوبر دي كانت رابع المعارك اللي خاض مع العرب. سنة 73 قدر المصريين ان هم يحققوا انجازات كبيرة جدا، بس بعد هزيمة ساحقة. الجيش المصري ما استسلمش، لا استعد تاني مرة تانية للحرب، وحاول ان هو يرجع ارضه المغتصبة من العدو. هنيجي بقى عندنا ان يعني في سنه 73 عملوا خط بارليف. الخط ده بيقول لك ان هم صرفوا عليه حوالي 400 او 500 مليون دولار، فدي ميزانيه كبيره جدا لاي طبعا. دوله. هي بنتها بمساعده امريكا، ولكن هي قدرت تبني خط اللي هو تحمي بيه حدودها. كانت شايفه ان الارض دي بتاعتها. تاني حاجة ان هي حمت حدودها البحرية وعملت انابيب تحت البحر بتسمى انابيب النابل نابلم. انابيب النابلم ديت كان ممكن تفرقع في اي لحظة زي ما هم بيقولوا. الانابيب دي كانت ممكن تعمل حريق في اي لحظة فتقلب منطقة البحر المتوسط دي رأسا على عقبا، ولكن المصريين قدروا ان هم زي ما بيقولوا كده يواجهوا العقوبات دي. في شخصيات كتيرة جدا، كل شخص في العقبات مصر يعني كل شخصية في مصر حاولت تعمل اللي تقدر عليها. سواء بقى كان من خط بارليف ان احنا قدرنا نعبر خط بارليف ده، سواء ان احنا قدرنا نوقف الانابيب بتاعة النابلم اللي هم زرعوها في البحر على قناة السويس.
انا عايزه اتكلم عن جزئيه اتفضل. هنلاقي مثلا عند الانابيب بتاعه النابالم دي كانت هي ماده معينه بتشتعل بصوره سريعه جدا. فاحنا هنا عندنا الجنود المصريين قدروا ان هم يخترقوا الانابيب دي وياخدوا جزئيه منها وعرضوها على كليه العلوم، وقدرت كليات العلوم تعمل ماده مضاده للانابيب النابالم دي، وقدرت ان هي توقف الانابيب. لان بيقول ان الاشتعال ده اصلا لو كان حصل كان هيخلي درجه حراره البحر 700 درجه مئويه، فبالتالي دي كانت يعني هتعمل خسائر كبيره جدا جدا أكيد. سواء بقى كانت في الارواح او في المعدات او في المناطق أكيد. اللي حواليه، وكان هيبقوا غير قادرين على العبور يعني. ده كانت ممكن تنسف اصلا الخط ذات نفسه. اما الخط بقى خط بارليف اتسمى بخط بارليف نسبة الى حايم بارليف، ده يعتبر قائد من قوات اركان اليهوديه، من الاركان اليهوديه. الشخص ده كان شخصيه صارمه جدا، كان شايف ان اليهود ليهم الحق ان هم يسيطروا سواء كان على مصر او فلسطين، ان ده حقهم. فبالتالي كان بيشن هجمات او غارات على اهالي شبه جزيره سيناء، وكان هو السبب ان عدد كبير جدا من المصريين ان هم يسيبوا اراضيهم في سيناء وينتقلوا في مناطق ثانيه. جميل. الشخص ده كان بيشرف على خط بارليف، وبيقول ان الشخص ده كان في الجيش الاسرائيلي. مش عايزين نتكلم عنه كتير او نتطرق ليه كتير، ان هم احنا كده اتكلمنا عن خط بارليف وعن انابيب، اتكلمنا عن خط بارليف وعن انابيب النابل، بعدنا عن خط بارليف وعن انابيب النابل. بعد كده بقى خط بارليف وعن انابيب النابل. بعد كده بقى اسم شخصيه في انابيب النابالم، الشخص اللي اكتشف الماده اللي هي اللي اقترح عليهم ان هم يعرضوا بالذكر طبعا. دي كان بيسمى باسم ابراهيم شكيب. الشخصيه دي ابراهيم شكيب. الشخصيه دي شخصيه عظيمه جدا. هو كان كمجرد فكره او اقتراح، وبالفعل الاقتراح دوت نجح وكان سبب في الانتصارات. بعد كده هنيجي بقى للاحداث. اي اكتشاف، اي اختراع بتبتدي بفكره. ايوه، هو فكره ويعالم، بقترح وبعدين ببتدي بقى احاول ان انا افعله هو كيعالم لا، بس هو زي ما بيقولوا ايه، محاوله صابت خابت، خلاص احنا كده عملنا المحاوله واللي علينا. الحمد لله. بالظبط، الحمد لله. وفي شخصيات كتير جدا، بس خلينا بتسلسل الاحداث كده. نيجي بعد كده بقى للاحداث بتاعه الحرب ذات نفسها. لما كان دبلوماسيه بحيث ان هم بطريقه دبلوماسيه 71 دخل في اتفاقهم، بس بطريقه دبلوماسيه 71 دخل في اتفاقهم، بس هم كانوا بتاعتنا هنتنازع عنها، فما كانش قدام غير ان هو يخوض حرب. يعتبر وضحنا المعالم في منطقه سيناء سواء جدا. فما بالك بقى الشعب اللي بيقول لك اصلا ان هو طوله 30 كان مايل اصلا تخترقيه، لان في 22 نقطة، وكل نقطة كان فيها حقل من الألغام وأسلاك شائكة. كانت منطقة محصنة جدا، وبيقول لك ده مش كده وبس، ده تحت الأرض كمان كان فيه غرف محصنة. فما بالك الأخبار دي لما توصل للمصريين، كان أكيد هيدب في روحهم اليأس إنه إحنا لا مش هننتصر، وكان ممكن إن هم ينسحبوا ويقولوا خلاص قضاء ربنا. لكن الحمد لله ما حصلش كده، وهيهات يعني إن إحنا. أيوة، المصريين عندهم إصرار وعزيمة الحمد لله في ما كل هو شيء. دي الشفرة، وأنا وضحت يعني كذا مرة أقولها، يعني العزيمة والإصرار هو ده الشفرة الحقيقية، أو كلمة السر للنصر الحقيقي. أيوة، هم اللي بيوصلوا الشخص للحاجة اللي هو عايز يوصل ليها. فإحنا الأوضاع دي يعتبر الشعب خلاص يعني كان المفروض إن هو ييأس ما يكملش الحرب، لا بس هو كل جندي كان بيحاول يعمل اللي عليه. الحرب دي أصلا كان رمضان، يعني كانت فترة صعبة على المصريين والمسلمين. فهم لا، ما كان في عقوبات كتيره جدا، كان في طاقه روحانيه ايجابيه عاليه جدا. انا عايزه اذكر بس ان هي كان في عقوبات كتيره جدا، سواء كان من العدو، عقبات كتيره جدا سواء كانت من العدو او من الزمن ذات نفسه. لكن المصريين قدروا ان هم تحديات يعني قدروا ان هم يوصلوا للهدف بتاعهم.
يوصلوا للهدف بتاعهم يتجاوزوها. فالاوضاع دي ما كانتش مبشره بالخير. انور السادات بقى، الرئيس انور السادات عمل ايه؟ قال لك اول حاجه احنا عايزين نعمل خطه محكمه. ثعلب المكار. وعايزين برضو ما ننساش الدول العربيه اللي اشتركت في حرب اكتوبر، سواء كانت سوريا او العراق او الاردن، كلهم قدموا الدعم لمصر وكان لهم سبب في الانتصارات. كل الدول دي هي يعتبر تكاتفت، فعشان كده احنا انتصرنا. الرئيس انور السادات حاول ان هو يعمل خطه محكمه، فاصدر قرار ان هو ما عندوش اي نيه ان هو يدخل حرب مع العدو نهائي. فبالتالي العدو كان فرحان. انا بقول لك الثعلب المكار عمل عمليه تمويه مخادعه. والحرب خدعه عادي. بالظبط. فهو كان خلى العدو بالانتصارات بتاعته، واحنا اصلا في الاساس اوهموا هكذا. ايوه اوهم. واحنا في الاساس الحرب دي يقول لك قبل الحرب بيوم كان الرئيس اتفق مع سوريا ان سوريا هتعمل زي ما بيقولوا ايه مشاده مع اليهود، بحيث ان هم يسحبوا القوات بتاعتهم من مصر ويروحوا لهضبه الجولان في سوريا. فبالتالي يقدر مراوغه يعني. ايوه بالتالي ان هو يقدر يحقق الخطه بتاعته اللي هو كان مخطط ليها. ده حقيقي وقد كان يعني. الحمد لله. الحمد لله. الساعه 2 في يوم السبت 6 اكتوبر، اللي في اليوم ده بيسمى عند اليهود بيوم الغفران او يوم كيبورد. اليوم ده برضو مقدس بالنسبة لهم، بس هم ما كانوش مدين خوان. احنا يعني زي ما بنقول ايه خليناهم ينسحبوا منطقة بالنسبة لهم، مش أصبح اليوم المشؤوم يعني. أيوة لديهم بعد كده. الحمد لله. فاحنا خلاص خلينا القوات بتاعتنا تنسحب لمنطقة سوريا. فالرئيس أنور السادات عمل ايه؟ الساعة 2 بيقولك شن حوالي 20 طيارة عبرت القناة، وسواء كان بري أو بحري، خلى في البري مجموعة من الفرق تنتقل على طول قناة السويس، سواء كان قناة على السويس امتداده على امتداد قناة السويس لحد البحر المتوسط. كان عندنا 3 فرق. الفرقة الأولانية حاولت إن هي تعبر القناة بعد ما الطيارات، سواء كانوا 200 طيارة باين تقريبا شنوا هجوم كبير جدا على اسرائيل. وبيقول لك ان في الوقت دي الطلعه الجويه الاولى يعني. العراق برضو قدمت مساعدات، بس قدمت 20 طياره فقط، بس هم حاجه بسيطه، بس الحمد لله يعني ان هي كان ليها دور في الحرب. الحمد لله. الفرقه الاولى بعد ما شنت الهجوم حاولت ان هي تعبر القناه بحيث ان هي تمنع اليهود ان هم يجتازوا القناه او يدخلوا جوه القناه. الفرقه الثانيه كانت بقياده سعد الشاذلي، كانت في شمال قناه السويس او في البحر المتوسط. اما الفرقه الثانيه كانت بقياده عبد المنعم، كانت متوغله في الجنوب. عبد المنعم كان معاه 4 فرق من المشاة، كان معاه 20 باين من او عدد من المدرجات وعدد من اللواءات السابقين، وقدروا ان هم يحققوا انجازات كبيره جدا. احنا يعني كنا بنحارب في البر والبحر والجو في كل حته في كل مكان. العدو بقى اتفاجئ بالحرب دي، انتوا بتحاربونا من جميع الاتجاهات، فاحنا مش عارفين نصد ايه ولا ايه ولا ايه، وفي نفس الوقت احنا مصدومين، احنا ما كناش مدين خوانا في الوقت ده. فالحمد لله قدرنا نحقق انجاز كبير جدا او انجاز عظيم. عايزه اذكر بعض الشخصيات هم ما اشتركوش في الحرب، بس كان ليهم دور كبير جدا في تحقيق النصر. في شخص بيسمى إدريس. الشخص ده بيطلق عليه دلوقتي صاحب شفرة اللغة النوبية. احنا ما بين الجنود المصريين كانوا بنبعت إشارات من منطقة لمنطقة، فبالتالي اليهود كانوا بيعرفوا الإشارات دي قبل ما توصل للمنطقة التانية. فالشخص ده كان شايف الجنود اللي هم مش عارفين يحققوا أي حاجة بسبب إن كل المعلومات بتاعتهم بتوصل لليهود. فقال لهم ما هي سهلة، انتوا ممكن ان انتوا تبعتوا الاشارات دي باللغه النوبيه. اللغه النوبيه دي محدش هيعرفها ومش منتشره غير في اهل المنطقه فقط. فالرئيس جمال انور السادات لما سمع الاقتراح ده بيقول لك ان هو قبض عليه
عشان يوهم اهل المنطقه ان هو يعني الناس ما تلفتش الانظار، ما يلفتش الانظار ليه. هو اصلا كان فاكر ان هو عمل مصيبه او كارثه، فلما راح ليهم قال له الفكره بتاعتك دي هتحقق انجاز كبير، انا مش عايز اي حد يعرف من المنطقه دي. وهو كان مستعين باللهجه النوبيه يعني حتى لا يتم التعارف عليها كما هو متعارف انذاك يعني في الوقت ده. وحصل حوار ما بين انور السادات والشخص اللي بيسمى ادريس ده. بالفعل قال له ما حدش يعرف الخبر ده غير 5 اشخاص وانا وانت، ما حدش من اهلك ينفع يعرفوا نهائي. وكان سأله عن سبب، يعني انت مفروض يعني انا هساعدكم، انتوا ليه تقبضوا عليا وكلبشات في ايدي؟ قالوا دي حركه تمويه عشان ما حدش يعرف، لان الموضوع ده سري جدا فما ينفعش ان حد يعرفه نهائي. جميل. بالفعل بس إدريس قال له احنا لازم نستخدم أشخاص بيعرفوا اللهجة النوبية القديمة اللي هي الصعبة في نفس الوقت اللي اليهود مش هيعرفوا يفهموها نهائي. بالفعل استخدموا اللغة النوبية في الإشارات وقدروا ان هم يحققوا نجاح كبير جدا، او هو كان جزء من النصر ده. وفي زي ما بيقولوا كده وراء كل راجل عظيم امرأة عظيمة، كانت المرأة برضو ليها دور كبير جدا. من ضمن الشخصيات أيضا. كانت الشخصية دي من ضمن الشخصيات اللي حققت انتصار او كان ليها سبب او دور في حرب اكتوبر او في انتصار حرب اكتوبر. الشخصية دي بتسمى اسمها الشاذلي، سلوى الشاذلي. سلوى الشاذلي دي بيقولوا ان هي قدرت ان هي تحطم الرادارات بتاعت اسرائيل. الشخصية دي يعني بيقولوا ان هي عملت 30 عملية. الرادارات الخاصة بيهم. الرادارات عملت 30 عملية ضد إسرائيل، وإسرائيل أصلا كانت متعقباها. نعم. الشخصية دي كانت حاسة إن اليهود خلاص بيراقبوها، وعلى الرغم من إن هي كانت عارفة إن هي هتموت، ويا دوبك إن هي تخيلي معايا إن أنت خارجة من بيتك عارفة إن في حد بيراقبك وإن أنت هتموتي النهاردة، أكيد هتتوتري. ما بالك بقى هي كانت عارفة ان هي هتموت بس ما استسلمتش، لا ده هي قدرت ان هي تنقل الخرايط والميكروفيلمات لشخصية تانية وماتت في اليوم ده. هي بيقولك ان هي اصلا كانت هتسافر من مصر لليبيا، كانت في المطار بتاع القاهرة وشافت ان في حد بيراقبها او حست ان في حد بيراقبها. اتعاملت بنزاهه كبيره جدا، قدرت ان هي تنقل الملفات اللي معاها والمايكروفيلمات ديت لشخص تاني، وقدمت معاها وصيه قدرت ان هي يعني تبلغ صوتها لجميع الناس اللي موجودين في مصر. حابه اقول يعني الجزئيه الصغيره عنها او عن الوصيه اللي هي قالتها. كانت بتقول ايه؟ عسى ألا أكون بيني وبينكم بعد ذلك اليوم. بعد كده بتقول إيه؟ هو جدير بذكر طبعا الجملة المتعارف عليها اللي هي سابتها في الوصية الخاصة بيها. وقالت بلغوا عني أنه من عاش لنفسه مات بلا أثر يذكر، فستغضي الأيام وستعلمون أنني عشت لوطني فلا تتعجبوا. ستعلمون يوما أن ما اتخذته من قرار هو أفضل لي عند الله وأفضل لي عند شعب مصر وأهلها. وسيأتي يوما تفتخرون بأمكم ليست كمذيعة وإنما كمناضلة، واشتركت بحرب أعلم بأني لن أكون بينكم لأرى فيها صنيع عملي. وبلغوا أهلي من المصريين بإني إن لم أعد إلى مصر فإن إسرائيل خلفي منذ إن كنت في روما إلى أن وصلت مصر، وظلت خلفي من أن أنتقل من مصر إلى ليبيا فإنها خلفي وتترصد لي. رحمها الله، الله يرحمها. هي شخصيات مؤثرة، وإحنا لو هنذكر يبقى إحنا يعني ما شاء الله حلقات ولقاءات، صح كده؟ شخصيات كتيرة جدا. شخصيات كتيرة، لكن في كل الأحوال كل التقدير والحب والامتنان والولاء لهذه الشخصيات، يعني أصحاب البطولات والإرادات والعزيمة، شخصيات فعلا سجلت ووثقت في التاريخ المصري بدمائهم الكريمة، فما نقدرش ننساهم بأي حال من الأحوال.
في نهاية لقائي مشاهدينا الكرام بتوجه بكل التقدير والشكر لضيفتي الجميلة اللي نورتنا النهاردة الباحثة الأثرية الأستاذة شهد العربي. شكر ليك يا شهد ونورتينا. وكده مشاهدينا هنخرج لفاصل ثم سنعود ولقاء آخر وفقرة ثانية في برنامجكم نورت مصر، وهنتكلم عن تونة الجبل كنز المنيا اللي هو مزيج ما بين الفراعنة والرومان وطه حسين. وإن شاء الله اللي هتتكلمنا وندردش معاها الباحثة الأثرية الأستاذة رواء وحيد. فابقوا معنا.